في فيديو النهارده هكلمك عن الكرياتين وايه فوائده وايه اضراره وامتى تستخدمه وامتى ما تستخدموش. الكرياتين هو ماده موجوده في اللحوم وفي الاسماك، جسمك بيفرزها كده بس بنسبه صغيره شويه ب 120 mmol. لما بتعمل بقى الكرياتين ده سبلمنتيشن وبتدخله من مكمل غذائي بره، النسبه دي بتوصل ل 150، فالفرق مش كبير قوي. بس الفرق الحقيقي بيبان في ادائك، وبالذات لو انت شخص رياضي. بيبان في اداء ازاي؟ من اهم وظائف الكرياتين ان هو بيسيح اللاكتيك اسيد اللي بيتخلق جوه العضله وانت بتتمرن. يعني وانت بتلعب بايسبس، عده التانيه التالته تبتدي تحس بعصاره كده في العضله وان انت مش قادر ترفع. هنا بقى اللاكتيك اسيد بيتخلق جوه، فالكرياتين بيسيحه اسرع، فبالتالي تقدر تجيب العدتين الاخر براحتك. كمان الكرياتين بيعمل ATP برودكشن، فبالتالي بيساعدك ان طاقتك تزيد في التمرين، فبالتالي ما تحسش برضو بالتعب في اخر عدتين. حلو، عرفنا الكرياتين بقى بيعمل ايه. تعال نعرف بقى الكرياتين فوائده ايه. الكرياتين بيجر او يسحب الميه جوه العضلات، وجسم الانسان اصلا 75% منه ميه، فبالتالي لما هو يسحب الميه جوه العضلات فبالتالي العضله حجمها بيكبر. وده الصح، لازم تفرق بين حبس الميه تحت الجلد وحبس الميه جوه العضلات. انت محتاج تحبس الميه جوه العضلات. طب احسن وقت بقى تستخدم فيه الكرياتين امتى؟ بنسمع كتير قوي ان الناس بتقول تستخدمه في اي وقت في اليوم، وده طبيعي، بس في حاجه احسن. يعني حاجه بيست كيس تستخدم فيها الكرياتين. تستخدم الكرياتين وانت بتاخد الكرب، علشان معدلات الانسولين بتاعتك تكون عاليه، فلما جسمك معدلات الانسولين بتاعته تعلى، جسمك بياخد كل حاجه في جسمك يفلترها صح. يعني لما الانسولين يبقى عالي في جسمك بياخد الكرياتين يوديه مكانه الصح اللي هو العضلات، ياخد البروتين يوديه مكانه الصح، ياخد الكربوهيدرات يوديه مكانه الصح. فاحسن كيس تستخدم فيها الكرياتين لما الانسولين عندك يكون عالي. امتى الانسولين عندك بيكون عالي؟ لما تاخد كربوهيدرات. ايه هي بقى اضرار الكرياتين؟ زي اي حاجه ليها فوائد، دايما الكرياتين ليه اضرار. اضرار الكرياتين تكمن في انتاجه. طب وانتاجه ده ازاي؟ دي ترجع لك انت، لان الكرياتين لو اشتريته مضروب او اشتريته من حد مش ثقه، ساعتها هيجيلك انتفاخات في بطنك وهيجيلك امراض مش كويسه. بس هنا ساعتها الكرياتين هيبقى زيه زي اي مكمل غذائي، ما ينفعش تشتريه مضروب، تشتريه من حد واثق فيه. طب ايه بقى احسن نوع للكرياتين؟ المونوهيدرات، في اي صنف الكريا بيور. نيجي بقى لشويه اشاعات اتقالت عن الكرياتين لازم تكسرها، وما تنساش تفرج الفيديو ده لاهلك. اول حاجه، الكرياتين مش بقع الشعر. شعرك حبيب يقع عشان انت وارثه من ابوك اللي اقرع، لكن انت شعرك مش هيقع، وانا هنا بتكلم ان انت اشتريت كرياتين اصلي. تاني حاجه، الكرياتين مش بيعملك فشل كلوي او مش بيعملك مشاكل على الكبد، الا لو انت اصلا عندك مشاكل على الكبد وعندك فشل كلوي. هتعرف ازاي؟ قبل ما تجيب الكرياتين روح حلل ويعرف صحتك ماشيه تمام ولا مش تمام. ولو انت بتشرب ميه كويس وبتاخد الكرياتين ساعتها مش هتحس باي مشاكل خالص. طب يا كابتن سيف يا دبابه، هعرف انا محتاج ميه قد ايه في اليوم؟ كل 20 كيلو من وزنك هتشرب قصاده لتر، وزنك 80 تشرب 4 لتر. طالما بتتمرن بتدخل احتياجك من الميه، بتدخل احتياجك اليومي من الكرياتين كشخص رياضي اللي هو 5 جرام، بتنام كويس، عامل تحاليل وعارف صحتك ومتابع نفسك، كده مش هيبقى عليك اي مشاكل خالص من الكرياتين. وبكده نبقى وصلنا لاخر الحلقه بتاعتنا. لو استفدت من اي حاجه متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد كل جمعه، واكتب لي في الكومنتات تحت ايه نوع الكرياتين اللي بتستخدمه.